عمرك حسيت انك مش قادر تعيش من غير حد، ان وجوده بيديك احساس بالامان وان غيابه بيسحب منك النفس؟ مشاعر زي دي مش ضعف، هي انسانيه جدا، بس الخطير فيها اننا بنفتكرها حب وهي في الحقيقه تعلق. التعلق مش بس في الاشخاص، احيانا بنتعلق بحلم، بوظيفه، بصوره عن نفسنا، بنتعلق بفكره لو راحت نحس ان حياتنا فقدت معناها. لكن الحقيقه المؤلمه والمحيره في نفس الوقت، كل ما بتتعلق بحاجه بره نفسك بتفقد جزء من سكونك جواه. كلنا جينا الدنيا واحنا بنفتش عن الامان. في البدايه بندور عليه في حضن ام، في نظره اب، في قبول الناس، في نجاح، في حب. لكن كل مره نلاقي اللي بندور عليه نبدا نخاف نخسره، وهنا التعلق بيبدا ياخد شكله الخفي، خوف من الفقد. خوف يخلي الانسان يعيش دايما في قلق، مش بيستمتع باللحظه لانه خايف تروح. التعلق مش حب، الحب بيدي حريه، اما التعلق بيحبي. الحب الحقيقي يقول انا سعيد بوجودك بس سلامي مش متعلق بيه، لكن التعلق يقول لو بعدت انا انتهيت. وده الفرق بين شخص بيشاركك حياته وشخص ماسك فيك عشان يهرب من نفسه. لما بنتعلق احنا في الحقيقة بنهرب من فراغ جوانا، بنهرب من لحظة الصمت اللي فيها نواجه نفسنا بوضوح، لان جوه كل واحد فينا مساحة فيها وجع، فيها وحدة، فيها خوف، والتعلق بيخلينا نحاول نملى المساحة دي بأي شيء. بس المؤلم إن كل اللي بنمسك فيه بيختفي في النهاية. حتى أقرب الناس ليه ممكن يتغيروا، يبعدوا، أو ببساطة يمشوا. وده مش ظلم، دي طبيعة الحياة. كل شيء بيتغير، كل شيء بيتحول، وكل ما نحاول نحافظ عليه بالقوة للأسف بننزف. في لحظة الوعي الإنسان بيقف ويسأل نفسه، هو أنا ليه بخاف أفقد؟ هو أنا فعلا بحب الشخص ده ولا بحب الإحساس اللي بيديهولي؟ لو راح أنا مين؟ السؤال ده موجع، بس هو بداية التحرر الحقيقي، لأن أول خطوة في التحرر إنك تشوف السلاسل اللي في إيدك. أحيانا السلسلة دي شكلها حب لكن جواها خوف وتملك واعتماد كامل على الخارج. التحرر من التعلق مش معناه إنك تبقى بارد، ولا إنك تبطل تحب، ولا إنك تبقى منعزل. التحرر معناه إنك تقدر تحب من غير خوف، وتتمسك من غير تملك، وتعيش من غير ما تعتمد على شيء بره منك عشان تحس إنك كان. لما تفهم إنك مش ناقص، مش محتاج حد يكملك، ساعتها تبدأ تشوف الحب بمعناه انه مشاركة مش احتياج. التعلق بيسرق منك اللحظة، كل مرة تبص للمستقبل بخوف او للماضي بندم. انت مش هنا، انت عايش في فكرة مش في حياة. التحرر بيبدأ لما ترجع للحظة دي دلوقتي، الانفاس اللي داخلة وخارجة منك، السكوت بين الافكار، النقطة اللي ما فيهاش قبل ولا بعد بس فيها انا وانا كفاية. يمكن صعب تفهم الكلام ده اول مرة لانك متعود تقيس وجودك باللي حواليك، بس لما تسيب هتكتشف انك ما كنتش بتخسر، كنت بترجع لنفسك. اللي المفروض يبقى هيفضل، مش لانك ماسك فيه لكن لانه حقيقي، واللي مش ليك هيختفي حتى لو حاولت تمسكه بايدك الاتنين. وده جمال الحياة، انها مش بتديك غير اللي جاهز ليك وواعي بيه. في مرحلة معينة من الوعي تبدأ تشوف التعلق في تصرفاتك اليومية، في رد فعلك لما حد يتجاهل، في خوفك من الخسارة، في توترك لما الحاجة ما تمشيش زي ما انت عايز. كل ده مش غلط، بس محتاج تشوف، ولما تشوفه ما تحكمش على نفسك، لانك كده بتبدأ تحرر بالفعل. التحرر مش قرار لحظة، ده وعي بيكبر جواك بالتدريج. تعلم تمسك الحاجة بحنان مش بخوف، تحب الشخص اللي قدامك، تعرف انك لو فقدته لسه عندك نفس ولسه قادر تحب تاني. تتعلم تبص للحياة مش كأنها مجموعة خسارات، لكن كرحلة بتكشف لك كل مرة معنى أعمق للحب وللوجود. النهاية التحرر من التعلق مش نهاية، دي بداية علاقة جديدة بينك وبين نفسك، علاقة فيها احترام وصدق وسكون. مش محتاج تملى فراغك لأنك صرت أنت الامتلاء نفسه. كل اللي حواليك هيتغير، بس أنت لما ترجع لجواك هتعرف إن في مركز ثابت ما بيتهزش، ما بيتأثرش، ما بيحتاجش. ده هو سكون الذات. خد نفس عميق وسيب كل فكرة دلوقتي، استشعر وجودك من غير ما تحاول تتمسك بحاجة. انت مش محتاج شيء عشان تكون انت كفاية زي ما انت. ده هو معنى التحرر الحقيقي، ده هو طريق سكون الذات في قصة التعلق.